احلى تحيه لكل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني ومقارنه ناريه لاحسن شاورما لحمه مصري، ونعتبره تسخين وجزء اول لاني هستنى منكم ترشيحات لاماكن بتحبوا تاكلوا منها شاورما. فقول لنا بقى في الكومنت انت بتحب تاكل شاورما منين. معانا في ريفيو النهارده اكتر من مطعم جامدين: سمسمه ملك الشاورما في الدقي، ومطعم رضوان في الدقي، وشاورمايزر وده معروف طبعا، واخيرا الشافعي في المهندسين. فالفيديو مليان احداث، محتاجين بس لايك حلو منك وما تكسلش يا صديقي عشان الفيديو يوصل لكل الناس، ومتابعه لو مش عامل. والاهم من كل ده نذكر الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في كل مكان ربنا ينصرهم ان شاء الله. وتعالوا نشوف الشاورما في ريفيو النهارده بتقولي. اول حاجه بدات بسمسمه، سعر الكايزر عنده 45 جنيه. طبعا الاسعار ولعت زمان يا اخواتي، كنت باكل الكايزر ده ب 15 جنيه. شكل سيخ الشاورما كان مغري قوي، والدنيا شغاله ما شاء الله كويس قوي عند سمسمه. ده كان حجم الكايزر، واوعى تقول لي صغير لانك هتشوف كمان شويه احجام غريبه. الحجم يعني مش اقوى حاجه، باين كميه اللحمه محترمه ويدوب خضره خفيفه مع بصل وطماطم. قطمه في التانيه الشاورما طعمها حلو قوي، اللحمه كويسه لحد كبير، بس ناقصها حاجه مهمه بالنسبه لي: احساسي بالدهون كده مع الشاورما دي كان هيودي الطعم في حته تالته، وكانت هتاخد لقب دمار في الخيال. ولكن الاجمالي بتاعها كويس قوي. تاني واحد معانا في المقارنه هو رضوان، والمكان ده زمان يا جماعه كان بينافس سمسمه في الشاورما جامد قوي، قفل من فتره ورجع فتح تاني. الشاورما عنده سعرها 35 جنيه. قلت لا ده شكلها هتولع في المقارنه، السعر لحد كبير كويس. فتحت بقى الكيس اتخضيت، الكايزر اللقمه بتاعته صغيره قوي، وهنا كان باين الدهون مغرقه الكايزر والكيس. وشكل الشاورما كان حلو بس اللحمه اتلسعت في السوا شويه. قلت يلا بينا ناخد القطمه اياها. اللحمه فعلا مستويه زياده عن اللزوم، وكنت حاسس ان في حاجه ناقصه انا معرفش ايه هي. الدهون مديها دسامه حلوه بس الشاورما مش اقوى حاجه ممكن تاكلها. المهم يا اخواتي رحت بعدها على شاورمايزر، وسعر الكايزر عنده كان 45 جنيه. استلمت الاوردر على طول وبفتح كده لقيت ضحك، حجم صغير قوي. ولما تفتح بقى يا باشا تلاقي ايه؟ سندوتش خضار بصل وطماطم ولحسه لحمه، لا ومدياني علبه طحينه ما اعرفش على ايه. خدت القطمه اياها ويا ريتني ما اخدتها. اسوأ سندوتش شاورما لحمه اكلته من سنين يا اخواتي والله، وخلي زياده وطعم خضار اوفر ومفيش لحمه وحاجه ايه في الشلاحات. ختمتها بقى بالشافعي في المهندسين، وسعر الشاورما عنده 50 جنيه للكايزر، وده اعلى واحد. ومستغرب الاسعار دي الحقيقه على لقمه الكايزر الصغيره دي. تفتح كده الكايزر تلاقي اللحمه كتيره وباينه مع شويه خضره وطماطم، بس مش فاتحين الكايزر للاخر. وخدت بالي على مين يا شافعي، بس الحشو كويس قوي من قدام الصراحه. والحقيقه الشافعي عامل معادله رايقه، الطعم كان خطير من دهون مع شاورمه اللحمه مع الخضره رايقه قوي. لما اكلته يومها قعدت حبه حلوين في الحمام بالليل، فانا مش مسؤول لو كلت من الشافعي، مش عارف ايه اللي هيحصل يومها بالليل. وبكده يا اخواتي ترتيبي الاحسن شاورما مصري بناء على السعر والطعم والجوده: سمسمه، الشافعي، رضوان، وشاورمايزر اخر واحد معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش بقى اللايك لاخوك ومتابعه عشان يوصلك كل جديد. كده خلص الكلام في الريفيو بتاع النهارده، ما يحلى الختام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اوعوا تنسوا تذكروا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.